السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا اخواني اخواتي. بكل صراحه اللي ما كيعجبنيش في المغرب هو هذا الشيء اللي وقع حتى لاخر المطاف، حتى ل 2024 ولا كنشوفوا مغربي ولا يمشي يسرق التراث ديال الجزائر ويجيبوه للمغرب. علاش تردونا كره على المغاربه؟ هذا الشيء اللي ما كيعجبناش. كنضلوا حنا في هذا مواقع التواصل الاجتماعي نبقاو نقولوا كيسرقوا لنا التراث ديالنا وهذه، كينسبوا كل ما هي مغربي لهم، وفي الاخر تخليو فرصه لهم حتى هما يقولوا لنا سراقين، واليوم القنوات ديالهم والتلفزيون الرسمي ديالهم يشوه فينا. عيب عليكم المغاربه، وهذا الشيء ما كنبغيش في المغاربه، وما هذا الشيء ماشي كل المغاربه، بحال البعض ديالهم. خلينا نشوفوا يا اخواني اخواتي. عاود الجالور. سي بون هذا الطرد يخضع الفحص العيني، دوك نشوفوا واش كاين فيه. بعد تركيز مستمر تم ملاحظة إحدى الطرود البريدية المشبوهة. دوك نوجهوا ضوء الفحص العيني لمعرفة محتوى هذا الطرد. هذا حضارات. إخضاع هذا الطرد إلى تفتيش عيني دقيق من طرف المفتش كمرحلة أولى عند الاشتباه في أي طرد. بعد التفتيش تم العثور على خزف. بعد تحقيقات مستمرة ومن أجل معرفة البلد المراد تصديره له، تبين أنه موجه نحو دولة المغرب، ليكتشف أن الخزف يعود إلى الحقبة العثمانية. هذا خزف صحي، خزف يحتمل أن يعود إلى الحقبة العثمانية. محاولة بأت بالفشل كانت تهدف إلى سرقة تاريخ وتراث الجزائر. لا حول ولا قوة إلا بالله. موت ديال الضحك، واش غتغمض عينيك مع هاد القوم هذا؟ تصور اخويا شاد الفيديو هذا، والله ما قدرتش نبدا نصوره. شحال من محاولة، أكثر من 10 مرات كنحاول، ولكن كتغلبني الضحكة. وسمحوا لي مثلت عليكم في الأول، وهاد صدقات ليا التمثيل باش غير نبدا لكم في هذا الفيديو. راه ما قدرتش. تصور هاد الزليجات هاد الزليجات هادو قال لك ترجع للحقبه العثمانيه، يعني ما لكم حتى شي حاجه، يعني كلشي ديال العثمانيين، كلشي كتكتبوا المستعمر. بحال الطربوش حتى هو اللي اعترفوا به تيقول لكم ديال فاس، لان الترك كيقول لنا فاس طبعا، وحتى هاد الزليجه كيقول لك راه ديال فاس. هذا الزليج قديم مغربي عاد كاين، لان كاين انواع ديال الزليج. الزليج اللي كتقولوا نتوما، حنا عندنا الزليج، سميو شي حاجه اخرى، سميو بلاط كيما ما يسميو في بلدان الاخرى. راه كلشي كيطبع، العالم كامل كيطبع بحال هاد الزواق، راه ماشي غير المغرب. كاين حنا عندنا الزليج ديال النقشه المغربيه راه باينه، الثمانيه وغيرها، وكل حرف بالاسم ديالو. هذه هي كرغوليستان وضحوكات العالم. يعني قال لك هذا، والتمثيل كوميديا صاحبي. تصور كيبردعوا في بوصبع. يعني على الاقل خصهم يديروا واحد المجهود. دائما المغاربه تقول لك كنسرقوهم، وفعلا دائما هما كيسرقونا. خصهم حتى هما يديروا واحد الفيلم يبينوه للمشاهد اننا كنتسرقوا من طرف المغرب. كيف قالوا بعضنا دوك اللاجئين اللي كانوا هربوا من عندهم كيعترفوا بها ايامات الاستعمار وبعد الاستعمار والشريعه السوداء، ديك تما جات الصنعه والمهنه الجزائريين. ما عارفينش الكراغيله بان الصنعه عندنا حنا قبل ما تستعمركم حتى فرنسا، قبل ما يدخل لكم حتى العثمانيين، وعندنا حنا هذه الصنعه في المغرب. لا من الزليش ولا من سير غير المباني المغربيه اللي كتلقى في الاندلس، كتلقى في الرياضات المغربيه وفي البيوت القديمه المغربيه، كتلقى الزليج المغربي، النقش المغربي، كل شيء مغربي اصيل. نحن اولاد المغرب، نحن نعلم بتراثنا، وداك الشيء عادي عندنا. انتم درتوا واحد الحاجه زوينه بكل صراحه مع الشعب المغربي، كاين اللي ما فايقش لهذا الشيء لانه عندنا طبيعي. نقوم بواحد اكبر المهندسين الجزائريين في اوروبا، كيصمم الحدائق والقصور الكبيره في الديار الاوروبيه، سميتو عبد الوافي. هذا المهندس كيعترف انه دار شمال افريقيا كلها باش يجيب الحريفيه ديال الزليج والنقش والزخرفه، وما لقاش. مشى حتى لمصر ما خلى حتى بلاصه، قال لك جابهم من المغرب. وهذا القصر هذا اللي تشوفوه بناوه المغاربه الالمانيين، وعلى القناه الالمانيه
والتصريح من أكبر المهندسين الجزائريين. سجل يا تاريخ. هذا دابا اللي تسمى عندهم حركي. هذا إذا سافر للجزائر غادي يشدو في المطار ويديروا له كما داروا البوعلام صلصال. هنا كنقول لكم دائما أن هذه البلاد أكثر من بشار الأسد. هذا القوم هذا كل ما هو مغربي بغاو يسرقوه، وكل ما هو مغربي فهو خصو يكون جزائري. حنا كيقول لنا المغرب الاقصى وهما قال لك هما المغرب. حنا حنا ماشي مغاربه، حنا ما عرفتش شكون حنا المغرب الاقصى. مره تيقول لنا المروك، مره مراكش، مره فاس. قوم بنو يهبلون. هادو المهندس والمؤرخ ما يتيقوش، يتيقوا بونيف وحمير. هادو هما القدوات ديالهم. وتبون عمي تبون مول الكوابيس بنيامين كذبون. ذكروا واحد الفيديو ديال المؤثر الاردني جو حطاب ملي كان في المناطق ديال الصحراء الشرقيه المغربيه، يعني مغنيه وتلمسان، ودار واحد الفيديو وطلبوا منه الحكومه، قال لكم السفاره في الامارات اللي عطاوه الفيزا باش يمشي، السفير الجزائري طلب منه انه يمسح ذاك الفيديو لان ذكرت فيه طاجن الفخار انه مغربي، وان التوابل كتجي كلها من المغرب. وبان واحد العطار تما اصله مغربي وباه وجدو هما اللي دخلوا العطريه والتوابل الى الجزائر. وسمعنا على القناه ديالهم الرسميه وحده كتقول بان هما عندهم الوحيدين اللي عندهم المرقه بيضاء، يعني بدون توابل، بيضاء كيف كتشوفوها حتى في الاكلات ديالهم، بحال طيح سكران طيح في الدروج وغيرهم من الاكلات ديالهم اللي كتلقاها بيضاء ما فيهاش ريحه العطريه. فهنا واحد شاب جزائري كيعترف، ولكن هذا الله يستر فيه. هذا غادي يصيفطوه لسجن بوغار ولا سجن العتروس ولا سجن الحراج قريبا. هذا مهم. هذا الفيديو سجلوا عندكم المغاربه للمستقبل وخليوه عندكم تفرجوا مزيان. زعما ندخلوا هنايا الله يبارك شغل والله منا تعطيك الريحه هذيك تاع التوابل، الحرور، الزعفران اللي ما شاء الله ما شاء الله، ربي يبارك ان شاء الله. رانا هنايا ندخلوا. السلام عليكم. رانا عند الاخ نصر الدين، ربي يبارك فيك ان شاء الله. ربي خويا مرحبا بك. ربي يحفظك. امين يا ربي. مرحبا بك. ربي يبارك فيك الاخ نصر الدين. مرحبا بكم. ما شاء الله، يعني توما تاع دومين تاع هذا الميتين. خويا هذه هي. هذا يبارك فيك. الله يبارك فيك ان شاء الله. مرحبا بكم. المحل تاعكم احكي لنا عليه، واش فيه، واش نحكي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك خونا، معكم مجادي نصر الدين صاحب محلات مجادي للاعشاب والتوابل المغربيه، متحصل على شهاده ماستر في العلوم الاقتصاديه تخصص تسويق. اثناء مشواري الدراسي كنت مهتم بهذا الحرفه، خاصه في بيع الاعشاب والتوابل، وخاصه اعشاب الطبيعي. الله يبارك. هذه هي. ومرحبا بكم. ما شاء الله. يعني ونزيدوا نعرفوك بهذه المهنه بزاف كما كان. ان شاء الله ان شاء الله. يعني انت هذا التوابل وكاع راك شغل زدت قريت عليهم، طورتهم، زدت طورنا عليهم زعما كيفاش طريقه التحضير تاع راس الحانوت على حسب المنطقه تاعنا، على حسب المنطقه تسيرت كل منطقه وكيفاش تميز. زعما هذه الحرفه تعلمنا فيها بزاف صوالح، زعما طريقه التحضير، طريقه تعلم بزاف الصوالح من خوتنا المغاربه. خوتنا المغاربه اللي كانوا طامعين في الدريهمات، يبيع ويرسل وصيفط. المهم نساعدك، ما كانش كيفكر هادشي. على الاقل هذا مازال كاتب التوابل المغربيه في البوابه ديالو، مازال كاتب هو كومبون مغربي، هذا مغربي، كل السميات يقول عليها مغربيه، التوابل كلها مغربيه وكتجي من المغرب. ولكن هذا تذكروا، هذا غدا يصيفط لهم شي قريحه، واحد يقول له سير غير دوك اللافتات حط توابل جزائريه. وتذكروا هذا الكلام هذا فهو يكون صار او طبق اصلا في بلاد ديالو، لان اي حاجه يصيفوها العسكر فالويل له، وتقول شيء مغربي او تمجد فيها المغرب. ماشي اول مره كنشوفوه، فشفنا كذلك حتى الغوان قال لك ديالهم. شفنا يا سيدي مؤخرا انهم هزين داك العالم اللي فيه النجمه المغربيه وفيه العرش الملكي والشعار المغربي، الرايه، وكيغنيو مولاي السلطان، وفي العراسات ديالهم والطربوش المغربي الوطني والجلابه المغربيه بيضاء والبلاغي المغربيه وكلشي داكشي جاي من فاس ومن المدن المغربيه اللي كتصنع لهاد يعني الاقمشه المغربيه والتراث المغربي الاصيل اللي معروفين من جدودنا وملوكنا. كنشوفوهم بالجليبات ديالهم، الطربوش الوطني ديالنا المعروف
وما كيقول لك عثماني، وعثماني براسهم تيقول لك انه ديال فاس، والناس كبار متورك الى يومنا تيسميوه الطربوش الفاسي. والجزائر هادشي كله اليوم كينسبوه لراسهم. تصور ملي كيطلع واحد كبير تيقول لك انا اللي درت الغيوان، انا هو صنعت الغيوان. هو عمر السيد والعربي باطمه الله يرحمه كبر من الجزائر نفسها. هي بلاد دز، بلاد بدون هويه، بدون تاريخ، يعني ظهرت امام العالم كواحد كركوز صغير وكل ما بغاوش يحشموا. ولاو تصور الافارقه اليوم والاوروبيين الامريكان الخليج والكل ولا كيضحك عليهم على التفاهه ديالهم. حتى داك العجيب ديالهم اللي هو رئيس، كيحسبوه رئيس ديالهم، فخامه عبد المجيد التبون المحترم الفكاهي المضحك اللي كيضحك العالم. تصور في امام الافارقه، امام اي مؤتمر حضر فيه، في اي لقاء، كتلقاه واحد الانسان يعني بليد وشعب راضي به، لكن ماشي راضي به. الشعب مقهور، الشعب مضغوط اكثر اللي كتشوفوه في سوريا. وكتشوف صيدنايا شنو وقع فيها، سجون في الجزائر اكثر من صيدنايا ديال سوريا، سجون ديال التعذيب. الداخل مفقود، مفيش مولود، مفقود مبقاش كيخرج. فيه سجون في الجزائر، ابو غار، واحد السجن سميتو ابو غار. هذا غار لان قال كيضربوا لهم الغار. عرف التعذيب فيه بالاغتصاب، لا بالمصويطه ولا باي شيء، ولا غير بالاغتصاب. وكاين واحد العتروس معلموه غير على اللواط، كيغتصب ابناء الجزائر. وشفتو نتوما شحال واحد بن حليمه، شفت لك عبد الله، شي وحدين كانوا في العسكر ونشقوا وجابوهم من برا من الطاليان من اسبانيا سلمت عليهم هذاك. هادو تكلموا على السجون وقالوا الحقيقه عليها، وطاروا الكبرانات وعطاو الغاز فابور وعطاو كلشي غير باش يتسلموا. لا تذكرتوا غير باش يسلموهم دوك الاحرار. الجزائريين خايفين، تيهدوا تيقولوا العشريه سوداء جايه لكم، فما يقدرش يتكلم. لهذا كتشوفهم صامتين. حتى هادشي طلع في سوريا باغيين وما قادرينش. هادشي اللي خلى حتى الكبرانات اليوم كتشوفهم الذباب ديالهم دافعينهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كيقولوا ان شدوا جزائر واحد. هادشي غير بيناتهم، يلاه خرجوا. اما الجزائري الاخر مسكين ما يقدرش شي واحد يتكلم ولا يدافع على البلاد، لان المصير ديالو راه معروف. بشار هنا والجحش هنا، فوتوكوبي اللي وقع في سوريا اكثر منه كيوقع في الجزائر. فقريبا ان شاء الله تفرج عليكم يا بوصباع المردع. المهم ديما مسجل عليك، ماشي راجل، ماشي بحال الصامدون اللي في الشرق الاوسط. فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. تحياتي.